قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب
فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أعزكم الله تعالى بعزه وأمدكم بنصره وزين مقامكم بنفحات بره وفضله. عن إذن من جنابكم الكريم أبدأ يا مولاي الكلام حول بعض معاني الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن جدكم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ففي هذا الحديث يا مولاي إشارة لطيفة إلى فضل التحميد المتفرع عن معنى التسبيح، هو تنزيه الله عما نفى عن ذاته والرضا بأفعاله والتخلق بأخلاقه والسعي في مرضاته والشكر لآلائه والتسليم لقضائه والنفع لعباده والشوق إلى لقائه. وطمعا فيما عند الله سبحانه من عميم فضله نردد بين يدي جلالتكم الشريفة هذا الذكر فنقول: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان 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 الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إنا نسألك أن تحف مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة مولانا محمد الثالث بخفي ألطافك، وأن تشمله بواسع بركاتك،
وأن تجمع له ألوية عزك ونصرك بخاص أجنادك. اللهم وأعز نصره، وشد بالعصمة والتوفيق أزره، وحقق على يده كل الآمال، وأبلغنا به إلى أرقى كمال في الحال والاستقبال، يا أعز من دعي ويا أكرم من أجاب. اللهم واجعل مولانا أمير المؤمنين قليل العين بشير السعي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن المقتفي لخير سنن ومجود الأزر بصنوه السعيد سمو الأمير المولى الرشيد، إنك مولى كل خير وموليه ورافع كل شيء ومعليه. كما نسألك أن تمطر شآبيب الرحمة والرضوان على فقيد الأمة والإسلام مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما وأسكنهما فسيح جنانك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والختم مولانا أمير المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وآله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي أمير المؤمنين، يتقدم بين يديكم الكلمتين الطفل زيد البقالي لتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ومن مدينة سلا، ويبلغ من العمر 10 سنوات. الله يبارك فيك سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق الله العظيم. يتقدم الطفل زيد البقالي للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ويسلمه جلالته جائزة الطفل الحافظ. مولاي أمير المؤمنين، في إطار عناية جلالتكم الشريفة بالقرآن الكريم وأهله، يتشرف السيد أحمد طلحي من فاس بأن يتسلم جائزة محمد السادس لأهل القرآن. جائزة محمد السادس لأهل القرآن يسلمها أمير المؤمنين لمستحقها السيد أحمد طلحة، وهو من مدينة فاس.
كما يتشرف يا مولاي السيد عدنان زهار من الجديدة بأن يتسلم من الجناب الشريف اسمه الله جائزة محمد السادس لأهل الحديث. ويتسلم جوائز الكتاتب القرآنية بأصنافها الثلاثة السيد عبد اللطيف جلال من اليوسفية على منهجية التلقين، والسيد مرزوق أيت عمران من شفشاون على المردودية، السيد عبد اللطيف بوها من شيشاوة على التسيير، ويتسلم جائزتي الأذان والتهليل السيدان عبد الرحمن بن باقة من مراكش ومحمد بطوط من المحمدية. الله يبارك عم سيدي. في أجواء ملؤها الخشوع لله عز وجل ترأس أمير المؤمنين حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة احتضنته رحاب القصر الملكي العامر بالرباط. إلى هنا سيداتي سادتي نودعكم.